بعد الانفصال أو الطلاق ما تحاوليش تباني قوية، سيبي نفسك تعيطي. ادي لنفسك المساحة إن الوجع يعدي جواكي في كل ركن من روحك. ما تكتميش حزنك ولا كسرتك ولا إحساس الخذلان. ولو حد قالك بتعيطي ليه؟ ده كان تعبك. قوليله خليك في حالك، لأنك أنتي الوحيدة اللي عارفة إن من حقك تعيطي وتتوجعي. أنتي مش زعلانة عليه، أنتي زعلانة على أحلامك اللي راحت، على تفاصيل يومك اللي اتغيرت حتى لو ما كانتش مريحة، على احتياجات كنتي مستنية تتشبع، على أمل كان جواكي إنه يتغير، على سنين وعشرة ووقت من عمرك. أنتي زعلانة على حاجات كتير، وده مفهوم جدا. فلو بتعيطي، عيطي براحتك، ما تكتميش وجعك. عيشي المرحلة دي بكل إحساسها، علشان بعدها هتعرفي تقومي، وهتقومي أقوى بكتير. ولو محتاجة حد معاكي عشان تعدي المرحلة دي بهدوء، أنا هنا. أنا ندى.